ازيكم يا بنات يا حلوين عاملين ايه؟ يا ريت تنورونا وتتابعونا وتشرفونا وتكبروا القناة بيكم. عاملين لكم النهارده تحفة تحفة والله، بتتباع بره بمبلغ وقدره، بس احنا عملناها بشوية حاجات مش هتصدقوا معمولة بايه. وجامدة حديد، لو خبطتيها في الحيطة ترجع لك تاني زي ما هي. والله بصوا بصوا الجمال وبصوا الحلاوة، حاجة كده ايه، حاجة خرافة، حاجة تحفة. بس ادعمونا بالله عليكم وكبروا القناة وشيروا الفيديو واعملوا لنا تعليقات وقولوا لنا رأيكم. الحاجة حلوة ولا مش حلوة؟ بالله عليكم بالله عليكم بالله عليكم، دعمكم دعمكم دعمكم. المهم الحاجة اللي معانا دي ايه؟ دي يا بنات قطعة ماسورة اللي هي بتاعت السباكة، كانت باقية عندي، دي مقاسها واسع. عندي واحدة صغيرة عملت برضو منها ترابيزة تحفة، هبقى انزلها لكم. يعني ديت مش هتنفعك في حاجة، خلاص خلصت في شغل السباكة، المفروض تترمى، بس احنا ما نرميش حاجة عندنا، ممكن نعمل نبدع بيها. زي ما قلت لكم انا ما بحبش ارمي حاجة. طبعا دي بتبقى بيضة، ماسورة جامدة جدا ومقاسها حلو. والله التحف دي بشوفها بره بشيء وشويات. كل اللي انا عملته هي الماسورة اهيت معانا، بصوا جمالها. عليها برضو حاجات كده لازقة مرضتش اشيلها، مع الرش بتبقى جميلة جدا. ماشي، بصوا الماسورة اهي، بصوا زي ما هي، ما عملتش فيها اي حاجة غير ان انا جبت. طبعا معانا هنحتاج حتة قطعة الماسورة دي، وهنحتاج الزلط ده والسبراي طبعا، واللون الفضي انا بموت فيه. انا في حاجات عاملاها باللون الذهبي، بس بصراحة اللون الفضي هو اللي بحس ان هو ايه، بيعيش وجميل وبيظهر كده وبيلمع وبيعمل جو حلو جدا. عشان كده انا بحب اشتغل انت ممكن تعملي حسب الديكور اللي انت عايزاه. طبعا السبراي ده فيه منه الوان كتير جدا، اللون اللي يعجبك ترتاحي له نفسيا. ممكن تعمليها سودا وتعملي تدخلي الفضي فيها تبقى حلوة برضو، بس انا بحب الفضي. بصوا بقى هنعمل بمسدس الشمع اي رسمه. قلتلكوا لو انت بتعرفي ترسمي ممكن تبدعي وترسمي اي رسمه وترشيها، هتبقى هايله. انا طبعا زي ما قلت لكم ما بعرفش ارسم، بعمل اشكال اي شكل يجي معايا كده. هرسم بالشمع زي ما انتوا شايفين كده، بمشي بمسدس الشمع عليها، ان انا اغطيها كلها عشان تعمل ايه، ما تبقاش ساده، تعمل شكل يعني. وبعد كده اما بنرشها بتعمل ايه، بتعمل شكل حلو. ممكن تعملي شكل شجره، ممكن تعملي شكل ورده، ممكن تعملي اي شكل. انا عامله شكل عادي كده ايه، زي تضليعات كده بس. بتاني لحد الاخر من اول البتاع لحد اخرها. هنغطي البلاستيكه كلها بنفس الايه، بنفس الوضع كده. هنغطي البلاستيكه كلها بنفس الوضع. بصوا يا جماعة هنكملها، اللهم صل على النبي، كده هنكملها لحد الآخر، وبعد كده هنرشها مع بعض. بس هنكمل. بصوا أي حتة فاضية اعملي عليها رسمة، أي حتة أي بصوا. برضو الحاجات دي أنا سبتها، كنت عايز أشيلها أشيلها، بس هي بتعمل شكل ما بتترش. بس كده خلصناها كلها كده أهوت. هنبدأ بقى نرش، هنبدأ نرش بالسبراي ده الزلط. بصي حاطين اهو، حطيته كده على ورقة، وهنرشه بالسبراي. ماشي اهو. هنبقى بص بعد ما بتترش بتبقى شكلها تحفه ازاي. اولا البتاعه بيضه، الماسوره بيضه مع الرسمه اللي احنا راسمينها. بصوا الجمال، بصوا الجمال بعد ما بتترش بتبقى شكلها تحفه. بصوا اختلفت خالص، محدش مستحيل حد يشوفها يعرف ان هي ماسوره، ماسوره الميه دي اللي بقول لك عليها ماسوره السباكه. بصوا بصوا بعد ما بتترش بتبقى حلوه ازاي. بصي الجمال. ترش بقى كل، تغطيها كلها تغطيها كلها، ما تخليش حته ايه، حته باينه فيها خالص الابيض.
ماشي. بصوا كده خلصناها رش اهوت. عايزين بقى نحط البتاع ده. هنحط كرتونة، بس انا معلش ما صورتهاش، لان كده لو حطينا الفايبر او ملاها فايبر او مليناها فايبر من تعب كلها، نتفس الفايبر لحد تحت عشان اما نحط الزلط ما يقعش. ماشي، يعني لو حطينا طبقة بسيطة هتحط الزلط تقيل هياخد الفايبر وينزل. لا، احنا هنملاها فايبر، او نحط قطعة كرتون تحتيها تبقى ماسكة الفايبر. وهنلزق، اللهم صل على النبي، هنلزق بس مش مسدس الشمع، الزلطة في الفايبر ده هتعمل شكل تحفة. بصوا الجمال. مم. ادي الزلطة هنلزقها كده ونحطها. حطي بقى زي ما انت عايزة. بص كده، بص الجمال. ادي لزقت اول واحدة، هنكملها كلها لزقان بقى. اهي الكرتونة اللي انا حطيتها اهي. هنلزق كل الزلط اللي عندنا ونعمل بيه بقى الشكل. بص شكلها جميل جدا جدا. ولو عندنا زلط صغير يبقى كمان احلى احلى كمان. يعني انا الزلط الصغير هتبقى شكلها اولا هيبقى خفيف وهتبقى شكلها جميل. بس انا حبيت الزلط ده. بصوا الجمال. بص بعد ما خلصت. وده قلب كان عندي، كان بتاع سلسلة لزقته عليها. بص شكلها ذمتكم مش تحفة؟ جميلة 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 من غير حاجة. الحاجات كلها عندك. الميزة ان انت تعملي حاجة تحطها بقى في ركن، تحطها على ترابيزة، تحطيها مكان ما انت عايزة، تبقى جميلة.